مساء الخير. أنا كمواطن زي أي مواطن لما بتسرق بروح للحكومة وأعمل محضر في القسم عشان يمسكوا الحرامي ويرجعوا لي حقي. طب في حالة إن شركة من شركات الحكومة نفسها بتسرقني، ومش مرة واحدة بس، لأ، ده باستمرار، أروح أعمل محضر فين؟ وأشتكي لمين؟ أكيد هشتكي للمحكمة. وفي الحالة دي الحكومة هتطلع تدافع عن نفسها بإن دي مش سرقة، دي مصلحة عليا للدولة. يبقى ساعتها بقى مفيش غير ربنا اللي هشتكي له وقول حسبي الله ونعم الوكيل. موضوع كارت الكهرباء ده واضح انه كان من اهم اهدافه يوم ما اتعمل انه يبقى سرقة مقننة للمواطن. سرقة كده عيني عينك، وان كان عاجبك بقى، مش عاجبك اخبط راسك في الحيط. المصيبة انك مجبر انك تحط فيه فلوس باستمرار وهو يسرقك باستمرار، لانك لو ما حطيتش فيه فلوس الكهرباء هتتقطع عنك وحياتك كلها هتقف. ايه الافكار الشيطانية دي اللي اخترعتها الحكومة النحس دي عشان تسيطر على جيب المواطن؟ ده لو ابليس نفسه فكر ما كانش يقدر يوصل لفكرة العداد البريبايد ده. انا شخصيا بقيت مش عارف انا بدفع كام الف كل شهر. انا بشحن في الشهر حوالي 3-4 مرات، كل مرة ب1000 على ابلكيشن سهل ده، وفي كل مرة ما الاقيش في الرصيد غير 500-600 جنيه، حاجة زي كده يعني. احنا تقريبا بقينا عايشين بس عشان نشحن كارت الكهرباء. كل حياتنا بقت مسخرة لخدمة شركة الكهرباء، بقينا عبيد لها. الكارت ده بقى عامل زي ما يكون ليك ابن مريض مرض مزمن لا سمح الله، وانت مضطر تجيب له علاج شهري بآلاف الجنيهات. الكارثة دي مش عندي انا بس، دي عند كل المصريين النهاردة في الايام الغبرة اللي احنا عايشينها دي. تعالوا اوريكم مثال واحد بيمثل كل المصريين المطحونين بسبب شركة الكهرباء اللي تقريبا تم تكليفها بتسديد ديون الحكومة من جيوبنا وبأسرع وقت ممكن. اسمعوا اختنا المسكينة دي بتقول ايه. انا امبارح كارت الكهرباء بتاعي يعني مثلا على الساعه 11 بالليل كان فيه 125 جنيه، اوكي، وانا على مدار الشهر ده شحنه كارت الكهرباء فيما يعادل 3000 جنيه علشان طبعا التكييف والجو النار الزفت الطين اللي احنا فيه. اجي دلوقتي الساعه 8 الصبح اتفاجئ الاقي الكارت بتاعي مشطب. نزلت اشحن، شحنت ب70 جنيه. اجي اشحن ب70، اجي احط الكارت في العداد، ابص الاقي العداد مصفر. رجعت تاني لبتاع السوبر ماركت، قال لي ان انا عليا مديونيه 375 جنيه غير ال70 جنيه اللي انا كنت لسه شحناهم. طب يعني اشحن بكام؟ يعني اشحن ب400 جنيه. تمام، اوكي. انا عايزه اعرف انا كواحده اشحن على مدار الشهر كله ما فيش عليا مديونيه جنيه، وازاي اصلا يكون عليا مديونيه في كارت الكهرباء؟ يعني انتوا بتسرقونا عين عينك. يعني انت كشركة كهرباء بتسرق عيني عينك كده ببجاحة. يعني انا واحدة كده زي كده، انا نازلة الشارع الاقي ابص عليا مديونية داخلة في 400 جنيه. يا جدع افرض ان انا واحدة مش معايا فلوس، افضل قاعدة في الضلمة انا وعيالي مثلا؟ يعني حطي نفسك كده انت كواحد عمال تعلي في الاسعار لحد لما بتخرجونا عن شعورنا. يعني ليه؟ انا نفسي افهم ليه الخراب اللي انتوا بتحطونا فيه. انا مثلا ما معيش فلوس اشحن، انزل من بيتي شحنه طول الشهر 3000 وفي الاخر الاقي عليا مديونيه داخله في 400 جنيه. ليه ان شاء الله؟ يعني انا عايزه اعرف انتوا بتموتونا بالبطيء، بتحرقوا دمنا. خليني ما كانش معايا فلوس نقعد في الضلمه. بجد انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، علشان خاطر يبقى طول الشهر فلوس مدفوعه كهرباء قد كده وفي الاخر تدينونا بفلوس. يعني هو بتاكلونا وتشربونا؟ يعني بتزودوا لنا مثلا مرتباتنا ولا بتزودوا لنا معاشاتنا ولا حاجه عشان خاطر كل شويه رفع اسعار؟ هتفضلوا في الاسعار، ترفعوا في الاسعار لحد ما تجيبونا الارض. والله العظيم انا جوايا شحنه كلام، انا لو قلتها بس هتجيب اخرتي. انا لو ما عندي عيال لكنت قلت بما فيه الكفايه ولا كان همنا حد. بس بصراحه شركه الكهرباء حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طب انا واحده هقول ماشي معايا عرفت ادفع، غيري هينام في الضلمه في عز النار اللي هم فيه دلوقتي.
حسبي الله ونعم الوكيل فعلا في أي مسؤول بيصعب على الناس حياتها اللي هي أصلا صعبة. ما نلغي الكهرباء بقى ونعيش زي إنسان العصر الحجري وخلاص. لا لمبة ولا تلاجة ولا غسالة ولا مروحة ولا تكييف ولا كمبيوتر ولا أي جهاز كهربائي. تنمية إيه وزفت إيه اللي بتتكلموا عنها دي؟ هو أنتوا خليتوا فيها ريحة التنمية؟ ده حتى شوية التنمية اللي كانوا عندنا من زمان مسحتهم بأستيكة. هي التنمية عندكم إنشاءات خرسانية وطوب وأسمنت وبس، ويا ريت إحنا كمواطنين مستفيدين منها كمان. كل اللي مستفيد منها الحكومة اللي كل سنة بتقضي الصيف كله على شواطئ 5 ستارز، والفئة فاحشة الثراء اللي ما تعرفش طلعت لنا منين فجأة، واللي ما بتشكلش أكتر من 5% من مجموع الشعب كله، وال95% الباقيين من الشعب بيكحوا تراب وعمال يدفع دم قلبه حرفيا عشان حضراتكم تعيشوا أحلى عيشة على شواطئ العالمين. المشكلة إن الموضوع لو استمر بالشكل ده كل شهر هتبقى كارثة على كل مواطن وكل أسرة مصرية، لأن ده استنزاف دموي للطبقة المتوسطة اللي قربت تشحت دلوقتي. احنا بقالنا فترة طويلة بنصرف في المدخرات عشان نعرف نعيش، وطبعا ده في انتظار أي تحسن، ومفيش تحسن. الحكومة الفاشلة عمالة تحاصر الشعب من كل ناحية. طب لما تخلص المدخرات دي وهي قربت تخلص خلاص هنعمل ايه؟ هل الحكومة اللي مش عارفة راسها من رجليها دي هيبقى عندها حلول؟ ولا خلاص لبستنا في الحيطة ونفضت ايديها ويبقى الحال كما هو عليه؟ فعلا يا جماعة استمرار الوضع بالشكل ده هيدمرنا كلنا. انا اتمنى يكون في بعض المحامين الشرفاء الوطنيين يقوموا برفع دعاوى قضائية على الحكومة بعدم دستورية كل القرارات العشوائية واللا مسؤولة دي واسقاطها، زي المحامين المحترمين اللي رفعوا قضايا ضد إلحاق الطلبة اللاجئين بالجامعات الحكومية وضد ضم اللاجئين الفلسطينيين لنقابة المهندسين. أنا حاسس إن البلد رايحة في داهية بالخطوة السريعة إذا ما وقفناش ضد العبث ده بالطرق القانونية على الأقل. إحنا مش عايزين الناس توصل للانفجار، لأن الانفجار ده هيدمر البلد. قلنا 100 مرة الحكومة دي فاشلة وكل اللي بتعمله إنها بتجرب فينا، محدش سمعنا. اللي عجبها الحكومة النحس دي ومش عايز يمشيها يبقى عايز البلد تتخرب قولا واحدا. اللامبالاة بمعاناة الناس نتيجتها مدمرة. انتم وصلتوا من الناس للحضيض وأقل كمان من الحضيض. ما تيجوا أسمعكم قصة عجيبة جدا حكتها لنا مواطنة مصرية محترمة من الطبقة المتوسطة اللي معظمنا بينتمي ليها، عن راجل محترم برضه من نفس الطبقة المتوسطة اللي وصلت للحضيض. قصة فعلا هتستعجبوا لما تسمعوها، وهتعرفوا الحكومة الفاشلة دي وصلتنا لفين. انا كنت بركب المترو الخط الثالث بما انه بيعدي من قدام بيتي يعني، وانا بيني وبينكم كده يعني ايه بركن عربيتي وبنزل اخد المترو عشان انا بوفر البنزين زي ناس كتير عادي. فكنت نازله وسط البلد العتبه بقى وباب الشعريه وانا بروح الاماكن دي عشان بجيب حاجات رخيصه من الاماكن دي. يعني احنا الطبقه المتوسطه اللي بندور دلوقتي على الحاجات اللي سعرها قليل. المهم انا كنت راكبه المترو ومعايا ابني وكان في راجل كده محترم مهذب كده يعني شكله حاجه و60 سنه. فالراجل مصمم يقوم ويقعدني، فانا قلت له لا طبعا ما يصحش حضرتك تتفضل وعايزي انا واقفه. قال لي لا يا بنتي ده انا رجلي تعبت من كتر القعده، انا قاعد في المترو بقالي حوالي 6-7 ساعات كده. فانا قلت له ايه ده معقوله ليه هو المترو كان عطلان او حاجه؟ راح قال لي لا والله انا بس ايه انا قاعد في التكييف. فقلت له الكهرباء قطع عند حضرتك يعني؟ قال لي لا انا حكى لي بقى راجل مأساة يعني تقريبا ما صدق يلاقي حد فيفضفض معاه. فحكى لي ان هو كان مدير عام في التربيه والتعليم لمده 40 سنه تقريبا، وطلع معاشه كام بقى؟ مش مكمل 5000 جنيه. وهو راجل ايام من كام سنه كده كان عايش عيشه كريمه وفي مصر الجديده، بيت في بيوت مصر الجديده، راجل محترم عنده تكييفات في البيت. فجأة بقى هو ما بقاش قادر يشغل التكييف. بيقول لي انا لو شغلت التكييف 3/4 المعاش بشحن بيه كارت الكهرباء من ساعه ما غيروا له العداد وركبوا له عداد كارت. فبقى يعمل ايه؟ الراجل عنده ربو وعنده ضيق تنفس وعنده امراض بقى الامراض الكتير بتاعت كبار السن الضغط والسكر وكده. فبيقول لي مترو الانفاق الحاجه الوحيده اللي عاملين فيها تخفيض للناس فوق سن 60، عاملين لهم
سعر التذكره بالنص، يعني نص 50%. فالراجل بينزل من بيته ياخد الكتب، كام كتاب معاه يقراهم، سندوتشين، ويقطع تذكره اللي هي بسعر 50%، ويفضل رايح جاي في المترو طول النهار، قاعد في التكييف في عربيه المترو يوصل لاخر المحطه، ينزل يعدي الناحيه الثانيه، ياخد المترو اللي راجع تاني، وهكذا لحد ما اليوم يخلص، ويروح على بالليل يا دوبك يقدر يشغل التكييف ساعتين 3 بالليل عشان يعرف ينام، ويبقى اللي بيشحنه بس يا دوبك النص المعاش، مش 3/4 المعاش او كده. تخيلوا. شفتوا وصلتوا الناس لفين؟ طفشتوا الناس الكبار من بيوتهم عشان مش قادرين يدفعوا فواتير فشلكم. ما هي دي مش فواتير كهرباء على فكرة، دي فواتير فشل احنا اللي بندفعها. هي دي التنمية؟ بقالنا سنين بيضحك علينا وبيتقال لنا اصبروا سنة واصبروا سنتين ومفيش فايدة. كل ما نصبر اكتر كل ما الحالة بتتنيل اكتر واكتر. هنصبر لغاية امتى؟ لغاية ما نبقى جلد على العظم؟ ما البلد كلها بقت جلد على العظم خلاص. حتى العيال الصغيرة اللي محتاجين تغذية محدش بقى قادر يشربهم كوباية لبن كل يوم الصبح قبل ما يروحوا المدرسة. ليه؟ لأن كيلو اللبن بقى ب50 جنيه. دلوقتي كمان انتوا عايزين تعموهم، لأن بدل ما هنحط لهم لمبة 50 واط هنحط لهم 20 عشان فاتورة الكهرباء والعداد الحرامي بتاعكم. تعالوا أوريكم كمان كارثة شابة مصرية مكافحة بتدفع أكتر من تلت مرتبها فاتورة كهرباء. انا دافعه كهرباء 1800 جنيه. هل ده طبيعي؟ هل ده طبيعي لشقه سكنيه ما فيهاش اي اجهزه غير طبيعيه؟ يعني ما عنديش اصلا اجهزه، ما عنديش غير الثلاجه، السخان، انا ما عنديش حاجه تستدعي ان انا ادفع 1800 جنيه. عندي تكييف بشغله ساعتين بالليل قبل ما انام بس. في ايه بقى؟ يعني ليه الداعي ان انا ادفع 1800 جنيه؟ انا بقبض كام؟ انا بقبض 4000. انا قبض الشهر ده 4900 جنيه، ادفع 1800 جنيه كهرباء؟ يعني انا يعني في حاجه مش طبيعيه في الموضوع بجد. 1800 جنيه يا ظلمة يا جبابرة من 4900 مرتب، يعني هيتبقى لها 3100 جنيه. هتاكل وتشرب بيهم ولا هتركب بيهم مواصلات للشغل ولا هتدفع ايجار الشقة ولا هتدفع باقي الفواتير اللي ليكوا، مية وغاز وانترنت وهكذا؟ دول اصلا يا دوب يكفوها اكل طول الشهر لو اكلت ب 100 جنيه بس كل يوم. ولما البنات تطلع ترقص على التيك توك يقبضوا عليهم. امال هيعملوا ايه عشان يعيشوا؟ ما هو رقص على التيك توك ارحم بكتير من حاجات تانية. انتوا ما عادش في حاجه تضر المواطن المصري ما عملتوهاش. حكومه فقر بكل معنى الكلمه. من يوم ما شفناكم والنحس راكبنا. انا مش فاهم انتوا مستنيين ايه عشان تورونا عرض كتافكم بقى.